بسم الله الرحمن الرحيم. كالعادة قاعد بتغدى كده، فبقلب في الجوال لقيت خبر، وهو خبر اعتذار نادي الزمالك عن مباراة السوبر المصري في الإمارات. اعتذر، تنسحب، تعملوا أي حاجة عادي، مش فارقة كتير. النادي الأهلي هيروح الإمارات، هينتظر الفريق اللي جاي من الإمارات. عارفين أحلى حاجة يعملوها الاتحاد المصري لكرة القدم هي إن هو يبعت خطاب رسمي لتاني الدوري المصري بصفته تاني الدوري المصري، يقول له انت اللي وقع عليك الاختيار ان انت تروح تلاعب النادي الاهلي بعد اعتذار نادي الزمالك، علشان شكلنا ما يبقاش وحش في الامارات وقدام الدنيا كلها. وهيجي يوم الماتش وهفكركم الاهلي هينزل ان هو منتظر بقى الفريق، وهيقف يسخن، الحكم هيبدأ الماتش، اللعيبة الأهلي هي اللي موجودة، نفس الماتش اللي حصل في الدوري المصري قبل كده، وهي دي النتيجة. فارحمونا. كهربا لعب، كهربا ما لعبش، مش هو ده اللي هيجيبها. كهربا لعب ماتش الرجاء ما عملش حاجة، يعني كهربا مش هو ده اللي هيجيب الدب من ديله يعني. ده بالعكس، كهربا لو ما لقاش حد بيخدم عليه مش هيسجل. لازم حد يخدم عليه علشان يسجل، لازم حد يديله كورة صح علشان يسجل. هو مشاكس، بيحاول كتير، بيضغط على المدافع كتير. الكرة لما بتبقى معاه عنده صبر، مش عنده تسرع قدام المرمى زي محمد شريف. هو دي الفرق. كهربا ربنا موفقه. فانت بقى تقول انا مش لاعب الماتش عشان لعيب، يبقى دي خيابة. احنا بنتكلم والواحد قاعد اصلا يعني مش عارف يقول ايه ولا يعيد ايه. والله العظيم احنا نوفر الموضوع ده عشان ماتش الترجي، نوفر اللك الفاضي دون علشان خاطر افريقيا. كاس السوبر مش هيعمل لنا ابيض اسود حاجه ولا يعملنا حاجه. المفروض محمود الخطيب انت هتعتذر خلاص، يلا مع الف سلامه، انا الاخر اروح الامارات، جيت ما جيتش مش هنزل الملعب ولا اروح ملعب ولا يعمل ولا اسوي. ودي نتيجه اللي يلعب في الدوري المصري. لا اتحاد كوره نافع، لا لجنه انضباط نافعه، ولا أندية نافعة، ولا رئيس ولا رؤساء أندية نافعة. وعاوزين يقولوا المنتخب فين، عمالين يتكلموا ويقولوا المنتخب راح فين. إذا كان الفرق أصلا تعبانة خلصانة، تروحوا تقولوا المنتخب، عايزين تتكلموا في المنتخب. فحرام عليكم، ارحمونا. وعاوزين نلعب كورة زي الناس ما بتلعب. روح العب الماتش، هتخسر ايه يعني؟ العب الماتش، سيبوكم من الهيافة دي بقى. ماسكين في كهربا والشناوي ومش يا جدع. كهربا لو انت بصيت للوائح والقوانين، كهربا موقوف من الدوري المصري. دي بطولة السوبر المصري، ايش دخل السوبر المصري بالبطولة دي؟ اذا بقى لو كان القوانين بتسير على جميع البطولات في الدوري المصري، كاس الرابطة
كاس الدوري المصري، كاس مصر، السوبر المصري، اللي بنوقف في الدوري دي. لو القانون بيقول كده، لو القانون بيقول ان اللاعب اللي ياخد عقوبة في الدوري سواء ماتشين 3 ويجي يلعب ماتش منهم ولا ماتشين في الوقت ده يتوقف في الدوري في كاس مصر، يبقى يلعب في الدوري عادي بعد ما يخلص العقوبة، دي حاجة تانية. لكن احنا بالظبط القوانين ما نعرفش هما يعني ايه بيحطوا القوانين ازاي، ما اعرفش. على العموم يعني على العموم اذا كان القانون منص على كده عادي خلاص قانون ولازم نقبل بالقانون. اذا ما كانش كده بقى، طيب ليه بقى البلبلة وليه الكلام ده كله وليه الهبل والرغي ووجع الراس والدماغ وفضحتنا في البلاد كلها؟ كل شوية انسحاب نادي الزمالك، اعتذار نادي الزمالك، انسحاب نادي الزمالك، ويحط لك الاهلي في المنشار ويحط لك اللعيبة في العقدة. يا عم الحاج الاهلي ايش دخله الاهلي؟ يعني انت في لعيب خد عقوبة، على اساس العقوبة دي الاهلي عمل رفع تظلم، انجبر التظلم وقفوا العقوبة ورجعت العقوبة، خلاص العب ماتش انا ماليش دخل. يا اخي لعبني الماتش، العب الماتش وفوز عليا. لا انا هلعب الماتش ولو الاهلي فاز انا بشتكي النادي الاهلي في اقبى مش عارف فين، في قضايا فين، في ابصر وما اعرف، بالتالي النتيجه نتيجه المباراه تنحسب لينا. يا عم العب وفوز علينا ومش عاوزين اي نتيجه، ولا عاوزين كاس ولا عاوزين زفت. الكاس عندنا كتيره مش من قلتهم، ده الرفوف مش قادره تشيل الكاس من الكاسات منها، الرفوف مش قادرة تشيل الكاسات. أنا سمعت خبر كده بقول لك الرف الأول مش عارف السابع، الرف السابع اتكسر، وقع من تجل الكاسات عليه وقع. فربنا ستر ربنا ستر على اللي بقى يعني، والحمد لله مش وقع حاجة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله. معلش على العموم بكرة هنتقدم إن شاء الله، بكرة هنتقدم إن شاء الله، ولما يجي بكرة هنقول بكرة، ولما يجي بعده هنقول بكرة، كل يوم بكرة ده ما بيجيش خالص. مع ألف سلامة، شكرا.